اهلا وسهلا بكل متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بالف خير. طبق النهارده اساسي في جميع المطاعم، سواء اسماك سواء لحوم سواء طواجن سواء اي حاجه، لازم يحط لك اول ما تروح الطبق ده على الترابيزه، واحنا بنقعد اول حاجه كده نتسلى فيه لو جعانين. الطبق ده بالنسبه لي بقى وجبه اساسيه مش سلطه. بابا غنوج بالنسبه لي طبق اساسي، بعمله جنب بطاطس محمره بطاطس مهروسه وبقضي يومي بيه، يكون يوم اقتصادي كده حلو. تعالوا نشوف، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول طريقتنا النهارده فيه. اول حاجه انا بجيب البتنجان، بغسله كويس جدا جدا. بنقي البتنجان الاسمر اللي يكون سماره فاحم زي كده، وكمان بيكون ملمسه طري، ويكون عروقه خضراء. ده البتنجان اللي بيكون مش مبذر معايا. بجيبه بحطه على صينيه كده مغلفاه بورق فويل عشان ما ابوظهاش، وبنغزه كده بالسكينه كذا نغزه علشان خاطر يتسرع معايا في عمليه التسويه. ده انا هقول لكم انا بسويه ازاي. انا ما بحطوش على البوتاجاز عشان البوتاجاز بصراحه بيبوظهولي، يعني بيبوظ لي البوتاجاز. هجيب معاها كمان راس توم، هقسمها كده بالنص عشان هشويها مع البتنجان. هتشوي التوم ازاي شيماء؟ التوم اما بيتشوي يا جماعه بيديني طعم مختلف عن لما يكون التوم ني. التوم ني بيكون حاجه، والتوم المشوي بيكون حاجه تانية. وبما اني انا هشوي بتنجان فما فيش مانع ان انا اشوي معاها راس توم تكون حلوه كده. بجيبها واحطها على ورق فويل ونقطة زيت كده بسيطة، مسحة زيت بسيطة خالص، بمسح بيها التوم بتاعي وبلفها بورق الفويل كويس جدا جدا جدا، وبقوم مكوراها كده وحطاها مع البتنجان بتاعي. بشوي البتنجان بتاعي ازاي؟ بشويه تحت الشوايه، ما بشغلش الفرن. انا بشوي البتنجان تحت الشوايه، يعني بولع الشوايه على اعلى حراره، وبعدين بدخل الصينيه دي تحت الشوايه مباشره، مش تحت، مش في الصاج، لا، الرف اللي تحت الشوايه مباشره. بتقعد بالظبط من 10 دقايق لربع ساعه وبتكون زي الزبده معايا. بس التوم انا خليتها زياده عن البتنجان 5 دقايق تاني. تمام. المهم بيطلع البتنجان معايا في زبده كده، زبده. بجيبه على طول وهو سخن بالسكينه وبقسمها كده بالطول وبالمعلقه، وبطلع بقى. شايفين مستوى قد ايه؟ ما خدش يا جماعه 10 دقايق في الفرن. لما بنشويه على البوتاجاز بقى تقعد تلف يمين وتلف شمال، وغير ان هو بيبهدل لك الدنيا خالص. الطريقه دي سهله جدا جدا وما بتاخدش وقت ولا اي حاجه خالص، بيتشوي من فوق ومن تحت في نفس الوقت. هطلع كده بالشكل ده البتنجان بتاعي زي الزبده يا جماعه. ومش قادره اقول لكم يعني السرعه في الانجاز يعني. طبعا جنب اي سلطه انتوا حابينها بيبقى حلو جدا جدا، يعني الناس كلها بتحبه قوي. بطلع كده كل البتنجان بتاعي، على بال ما قشرته كده كنت طلعته بقى راس التوم، يعني وقت التقشير ده بتاعي كنت طلعت كمان التومه بتاعتي، هي كمان كانت استوت. انا بقى ما بحبش البتنجان بتاعي او بابا غنوج ان انا اعمله في الكبه او في الخلاط والكلام ده، لا، انا بحب كده اخليه خشن. بعمله كده بالسكينه، هو اصلا زي الزبده معايا، ما بياخدش وقت خالص في الفرن، وبيكون بالشكل ده. بقطعه، مش مستاهل بقى ان انا احط كبه ولا اعمله في خلاط ولا في الكلام ده كله، لا، هو على طول على طول بيتفرم معايا بكل سهوله. ولو في اي قشره قابلتني كده بشيلها. بجيب بقى اول حاجه بحطها عليه هو شويه الخل. لكل بتنجانيه بتاخد معلقه خل كبيره ونص ليمونه، دول بتنجانتين حطيت ليمونه كامله مع معلقتين كبار من الخل. وده اول حاجه بحطه على البتنجان علشان خاطر اضمن ان هو ما يسودش، لان البتنجان حديد فهيسود مني، فعشان احافظ عليه ما يسودش دول بحطهم عليه اول ما بقطعه. وادي التوم بتاعي لما اتشوى. التوم بتاعي تيست التوم المشوي مختلف عن تيست التوم الني يا جماعه. كمان ما بيعملش ريحه كريهه في الفم يعني، وبيبقى طعمه مشوي نكهته حلوه جدا جدا جدا. جربوا التوم المشوي مع البتنجان المشوي، فظيعه زي الزبده. التوم في صوص التوم بقت زي الزبده، حتى مش مستحمله ان انا ادقها يعني الاول، هي طريه اصلا. حطيت بقى عودين كده بقدونس وقرنين فلفل حار وبارد، يعني قرن حار وبارد يعني شكلته. وحطيت الطحينه وحطيت الملح وحطيت الكمون وحطيت الكزبره الناشفه، وهبتدي ان انا اقلب كل الكلام ده كله مع بعضه. حابين تحطوا فلفل الوان مفيش مشكله، انا حبيت احط فلفل اخضر حراق وبارد، يعني نص قرن حراق ونص بارد عشان يديني طعم حلو. شايفين بقى لما قلبته؟ عايزه اقول لكم الريحه خطيره خطيره خطيره. وهنا بقى هعمله لكم زي المطاعم بالظبط، بيبقى بيحطوه كده في الاطباق وبعدين يعملوا زي سور كده ليه عشان يحطوا جوه السور ده الزيت بتاعي. بصوا انا بعمل له كده زي سور بالمعلقه بطريقه سهله جدا 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 عشان يفتح النفس على الاكل.
دي وجبة أساسية عندي يا جماعة مع شوية بطاطس وكده، شكرا بتكون خلصت. بحط بقى الزيت بتاعي كده في الحفرة اللي أنا عملتها ديت، وبجرنشها بقى بالايه، بالفلفل. دول قرنين فلفل شكلهم كان حلو حطيتهم. دي شطه ناشفه اللي هي القرون، وانا عملتها في المفرمه فبتديني شكل احلى من الشطه الناعمه. حطيت كده عود كزبره، قصدي بقدونس، مع ليمون، مع فلفل اخضر. اداني شكل حلو قوي بصراحه، طبق مشهي يتاكل لوحده كده من غير اي حاجه خالص خالص خالص. طعمه مظبوط جدا. يعني يتاكل مش حامي على القلب زي ما بيكون حاطين التوم ني، مش حامي، ما بيعملش حموضه. التوم المشوي تيسته حلو جدا جدا، وانا بغمسه بقى كده بالعيش البلدي. يا نهار ابيض على جماله. طعمه يا جماعه خطير خطير، والوصفه سهله وسريعه جدا وبسيطه. ناس كتيره طلبت مني ايام الاقتصاديه ده يوم يا جماعه مشروم مع بطاطس ومشرومكم بيه، مفيش مشكله. طبعا مغذي، البتنجان مفيش غنى عنه. وده فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم، واشوفكم بقى إن شاء الله فيديو جديد، وصفة جديدة. وحشوني كتير كتير كتير، ومع ألف سلامة.